ازاي نستخدم اي بي اي اوبن راوتر من رؤيه اي اي. تمام. طبعا نخش الموقع الرسمي وهننزل في الجنب على اوبن راوتر، وهنحدد هنا كام كريدت عايزين نشحن بيه. تمام. ونختار طريقه الدفع، عندنا كريبتو، انستا باي، فودافون كاش. تحدد الرقم اللي هتحول ليه، وهنا رقم الواتساب بتاع حضرتك، والترانزاكشن اي دي الرقم اللي بيكون في الحواله. طيب انا هنا اختصرت سريعا كده وضغطت على ومليت البيانات وحولت المبلغ. هنخش على ماي اي بي اي كي. هنا دقيقه واحده او 5 دقائق بالكتير قوي تعمل ريفرش، هيكون عندك هنا الاي بي اي خاص بيك. طيب هناخده كده هنا، نضغط كوبي او نضغط هنا كوبي. تمام. ونروح على ان ده ورك فلو بسيط بس عشان اوريك. هنضغط على شات موديل وننزل تحت نختار اوبن راوتر شات موديل. تمام. ومن سيلكت كريدنشال هنا هنضغط عليها وهنحط الاي بي اي كي اللي احنا اخدناه من الموقع. تمام. ونعمل سيف. طيب هنا بقى برضو عايزين نختار الموديل اللي احنا هنستخدمه. هل من اوبن اي اي ممكن نستخدم شات جي بي تي 4 او ميني، ده رخيصه كويس واستخدامه كويس جدا يعني. تقدر تستخدم الموديل اللي انت عايزه. طيب هنا مثلا هنتست كده، نكتب اهلا وخلينا ننتظر. ممتاز جدا زي الفل. طيب هنا دلوقتي كده اشتغل معاك. تقدر كمان تتابع استهلاكك على موقع رؤية اي اي في قسم ماي اي بي اي كي، وهتشوف كل الاستهلاك تبعك.